صباح الخير عليكم. تعالوا النهارده معايا في مكان جديد. المكان ده هتنبهروا بيه جدا ومن اكتر الاماكن اللي ممكن تتصور فيه صور رايقه. يلا بينا نتكلم عليه شويه. دلوقتي انا في جبل المقطم عند حي الزبالين. المكان ده اسمه دير سمعان، والدير ده بيتكون من 4 كنايس. الاربع كنايس عندك كنيسة الانبا ابرام، كاتدرائية السيدة العذراء، كنيسة القديس سمعان، كنيسة الانبا بولا، وكنيسة ماري مرقس. انا دلوقتي في كنيسة القديس سمعان. الكنيسة دي تختلف عن اي كنيسة تانية. الكنيسة دي تصميمها ان هي مبنية في حضن الجبل، وهو ده اللي بيميزها، وهو ده اللي بيخلي الناس تيجي تتصور عنها وتشوف شكلها المبهر ده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي ده. والكنيسة دي اتبنت مكان ما اكتشفوا المغارة اللي اتدفن فيها القديس سمعان، وهجوم ابناء حي الزبالين اللي كانوا ساكنين وقتها وهم اللي ساعدوا وبنوا الكنيسة دي. وسبب تسمية المكان ده بدير سمعان ان حصلت على ايده معجزة في عهد الخليفة المعز الدين الله الفاطمي. في عهد الخليفة المعز الدين الله الفاطمي كان عنده وزير يهودي. الوزير ده كانش بيحب المسيحيين وكان بيعاديهم، لغاية ما في يوم حصلت مشكلة والأساقفة اتهموا اليهود بالجهل. فالوزير ده اتعصب، وان هو ازاي يقولوا على اليهود كده ويقولوا عليهم ان هم جهلة، لغاية ما لقى في الكتاب المقدس جملة بتقول: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل. فأول لما الوزير لقى الجملة دي راح طلع طيران على طول على الخليفة. وقتها كان في جبل في شرق القاهرة كان عامل أزمة، الخليفة كان عايز يشيله. فلما شاف الجملة دي راح استدعى بطريرك وقتها وقال له الجبل ده لازم يتنقل، واداله مهلة 3 أيام عشان يعمل كده. فالكنيسة كلها قعدت تصلي وتدعي لغاية آخر يوم في المهلة. الصبح ظهرت السيدة مريم للبطريرك وقالت له إن بالليل هيظهر راجل بيوزع مية على الناس، الراجل ده هو المناسب وهو الحل للمشكلة دي. وفعلا البطريرك سمع كلام السيدة مريم وطلع بالليل لقى راجل بيوزع مية على الناس. الراجل ده اسمه سمعان الخراز، وقال له على المهمة وفعلا وافق وهيعملها. وبعد ما خلصت المهلة اللي اداها لهم الخليفة، فعلا سمعان راح عند الجبل وقعد يصلي ويدعي لغاية ما الجبل اتحرك من مكانه وراح في المكان اللي هو فيه دلوقتي اللي هو جبل المقطم. بس بعد ما خلصنا جولتنا بقى لازم طبعا اروح ارعى شوية، ما ينفعش ليه معني من غير رهيصة كده. وبعد كده هتشوفوا احلى غروب من على كورنيش المقطم. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.